بعد ما نزلت فيديو تجربة تطبيقات الشحن مجانا، قلت لو الفيديو جاب 50 لايك هعمل جزء تاني، وبسم الله ما شاء الله يعني الفيديو جاب 150 لايك. فادي ده الجزء التاني. في الفيديو ده هنجرب اكتر 4 تطبيقات الناس بتقول عليهم ان هم صادقين، وحط لايك واشتراك. ومش عايز اطول عليك، ونبدأ باول تطبيق معانا واسمه لود بلاي. واول ما بتفتح التطبيق بيجيلك كلمة بداية، فبتضغط عليها فبتسجل وبيدخلك على التطبيق على طول. طبعا موجودة عندنا في التطبيق اللوحة اللي انت شايفها قدامك دي. تعالى بس نشوف المتجر ال100 جوهرة بكام نقطة. موجودة عندنا ال230 جوهرة ب175,000 نقطة، وال60 شدة في بابجي ب82,000. هنا بيقولك لو عايز تشارك الكود مع صحابك، لكل دعوة او لكل ما تبعت لواحد ويخش بتاخد 3000 نقطة. وهنا بقى عندنا قائمة المهام بقى، فاحنا مثلا نختار كلمة العب واربح. طبعا هو جاب لي اعلان بس انا قصيته. فديت الوجع عندنا، بيقولك العب لعبة ديت لمدة 30 يوم علشان تاخد كام 30,000 نقطة. فاحنا نجرب على سؤال. 6 زائد 3 9، اخدنا تقريبا 64 نقطة. نجرب بردك حاجة كمان عشان ما نحكمش على التطبيق كده. طبعا هنا بيقولولك العب اللعب دي لمدة 90 يوم، فالتطبيق ده في النصب 10/10. اما التطبيق التاني معانا وانت اكيد سمعت عنه، اسمه نانا جيفت. ديت واجهة التطبيق. لو جيت تلاحظ هتلاقي ان في مهمات، ولو جيت تروح للمتجر هتلاقي ان ال110 جوهرة ب299 نقطة. ولو جيت تيجي بقى للكود يبقى شاركه انت بقى. ولو روحت بقى هو المهام ديت، لو جيت تعدهم هتلاقيهم هم اصلا ما يكملوش 100 نقطة على بعض. يعني انت بتستنى تتجدد النقاط او بتتجدد المهام عشان تعملها وتاخد نقاط. على سبيل المثال تعالى نختار المهمة ديت نعملها. هنخش على المهمة نشوف بقى ايه اللي هيحصل لنا بقى. اكتر حاجة وحشة ان هو يقولك حمل تطبيق من على جوجل. مثلا موجود عندنا الاسئلة ديت، بيقول لي ما هو عمرك. طبعا باين على صوتي يعني. ايه ده، انا يدوب جاوبت دخلني على موقع تاني. ده اكبر دليل ان الرابط ده مش كويس. ما علينا، يعني لازم نكمل المهمة. بيقول لي جاوب على 3 اسئلة. ما هو مش عارف ايه اورنج. ايه تاني يا اسطى؟ كم عمرك. احنا ممكن نقول اللي هو اقل حاجة. فهنا بيحمل، مش عارف بيحمل ايه. بيقول لي ايه ده، امسح الطبقة الورقية واحصل على ايه ده. مش فاهم يا اسطى. كده فهمت يا اسطى. كده ايوه كده. نعملها تاني ماشي. كسبنا 5000 دولار. بيقولك هنا اقبل مش عارف ايه، دوس موافق. طبعا انت زي ما شفت، فهو الموقع ده دخلك في سين وجيم، وفي الاخر مش هيديك تطالب ان انت تاخد المكافأة بتاعتك. وطبعا انت لما دخلت على الاعلان دوت هما كده كسبوا فلوس. فهنا اللعبة هما بيكسبوا فلوس وانت مبتكسبش حاجة. فنطلع بقى من الموقع ده بالرابط ده. والبرنامج ده هندسة في النصب، عشان كده قيمه 10/10 في النصب. اما التطبيق اللي بعد كده حاولت افتحه اكتر من مرة ما بيرضاش يفتح، فقررت استبعده واضيف تطبيق مكانه. فده التطبيق اللي جبناه مكانه. اول ما بتفتح التطبيق ايه ده دوسنا راوند دخلنا ايه ده، مش مهم ما علينا. ديت الواجهة بتاعت التطبيق. هنا ال100 جوهرة ب4 نقط، يعني كويس جدا يعني. وموجود عندك فلوس ودرهم وكل حاجة يعني، وبويا بال. كل الكلام ده موجود. نيجي بقى نجرب نعمل اي مهمة. على سبيل المثال ناخد المهمة دي، ندوس اكسبت او الكلمة ديت اللي مش عارف يعني ايه اصلا. ما هو الجهاز الذي تستخدمه، ديت تقريبا احنا عملناها قبل كده، فنخلينا في مهمة تانية. على سبيل المثال ناخد مهمة الدومينو دي. طبعا هو كده فتح لي على موقع تاني، اللي هو الموقع اللي هنجز منه المهمة. انا معرفش ليه في المواقع ديت النت بيبقى بطيء جدا كده يعني، بس ما علينا. هنا بيقولك ستارت فيديو فري تراي ناو. ايه ده يا اسطى؟
ده يا لهوي يا اسطى، دول بص درجة الاشتغالة وصلت لايه. يعني هو بيدخلك على موقع على طول، يعني انت مش هتعرف تنجز المهام اصلا. انت ما تعرفش هو طلب منك ايه اصلا. فالتطبيق ده نديله 100 من 100 في النصب. اما الطريقة الأخيرة معانا وهي انقاذ جوجل بلاي. طبعا النقاط ديت محتاجة حساب مفتوح من سنة، وانا الحمد لله كان عندي. هنا بقى مش ظاهر اي مهام اعملها اصلا. وقعدت اكتر من ساعة بدور على جواهر فري فاير اصلا وما لقيتش. فانا مش عارف ده نصب ولا لأ، بس لو حد شحن منه يكتب لها في التعليقات. فسلام.